ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنشرح يونت 14 الصف الاول الابتدائي كتاب المعاصر. عندنا عنوان الوحدة at the library في المكتبة. اول حاجة عندنا جزء الفوكابلري الكلمات. تعالوا نشوف اول حاجة. اسد يعني lion. فيل elephant. ثعبان snake. جمل camel. قرد monkey. قنديل البحر jellyfish. بحر sea. حيوانات animals. غابة jungle. تمام. طب هنا عندنا جايب لنا الصورة وتحتها عايزنا ان احنا نكتب الحاجة بتاعتها. دي صورة قنديل البحر، يبقى نكتب تحت جيلي فيش. غابة jungle. بحر sea. ودي صورة أسد lion. تعالوا نشوف هنا نص الاستماع. Look, it's an book about animals. انظر إنه كتاب عن الحيوانات. قال تحت that is a jellyfish إنه إيه؟ قنديل البحر. It lives in the sea إنه بيعيش في البحر. Look a monkey انظر القرد. Yes it lives in jungle إنه بيعيش في الغابة. تمام. نكمل هنا عندنا هنا جايلك جزء بيعرفك فيه ازاي نعرف الحاجة اللي قدامنا. يعني مثلا عندنا it's وبنحط ال A أو ال an، وطبعا شرحنا ال A أو ال an قبل كده. قلنا ال A مع الحروف الساكنة وال an مع الحروف المتحركة. it's a camel إنه إيه؟ الجبل. it's a snack تعبان. it's a monkey إنه إيه؟ monkey. طب ال an بنجيبها لو في حروف متحركة اللي هما ال A وال E وال I وال O وال U. that is a jellyfish زي هنا that is an elephant. هنا حطينا ال an قبل elephant عشان ال E حرف متحرك. تحت جايب لك صورة وبيقول لك اختار it's A أو ال an elephant. طبعا ال E حرف متحرك يبقى نختار ال an. that is a دوت أسد مفرد يبقى lion. ده جزء الهومورك بتكمله. هنا عندنا activities lesson 1. أول حاجة يقول لك حط صح أو غلط. أول حاجة دي صورة غابة يبقى جانجلر نعمل عليها صح. أسد لايون يبقى هنحط صح عند لايون. اتس دي صورة كمل اللي هو الجبل. اتس نوت ان ذا سي هو بيعيش في المياه يبقى ات ليفز يبقى ات ليفز ان هو بيعيش في المياه اللي هو قنديل البحر. ذات از ان elephant دي صورة الفيل. ذات از تبقى ذات از ا monkey لأن القرد مفرد ياخد از. نكمل. عندنا التوصيل ماتش. أول حاجة سنيك تعبان موصله. سي البحر. animals الحيوانات. جيلي فيش قنديل البحر. a monkey هنا بقول لك حط صح أو غلط. a monkey lives in the jungle القرد بيعيش في الغابة طبعا صح. that is a jelly fish دوت بيكون قنديل البحر طبعا غلط. نكمل. جيلي فيش lives in the قنديل البحر بيعيش فين؟ في السي البحر ولا جنجلر الغابة أكيد طبعا البحر. a lion lives in the يبقى جنجلر الأسد بيعيش في الغابة. a jellyfish ولا monkey lives in the jungle مين اللي بيعيش في الغابة؟ هتبقى monkey القرد. it's أو it is أو an camel طبعا الكمل أول حرف ساكن يبقى نختار الإيه. that is an طبعا هنا مديك an يبقى هو عايز حاجة بعدها تبدأ متحرك فإحنا هنقول elephant. that not a monkey يبقى is. وطبعا محددات الملكية أو أداة النكرة ديت اللي هي الإيه مبتجيش غير في هيئة المفرد. نكمل. عندنا ديت صورة أسد عايزين نرتب الحروف تبقى lion. دي تعبان snake. كمل ودي صورة بحر يعني سي. هنا بيقول لك رتب هتقول monkeys live in the jungle القرود بتعيش في الغابة. تعالوا نكمل. بيديك صورة وبيقول لك حط صح قدام العبارة الصح.
اتس ا كامل، اتس ا مونكي، طبعا ده قرد يبقى مونكي. اتس ا جنجلر، اتس ا سي ديت طبعا غابة، يبقى نحط قدامها صح. بقول لك انسخ الجملة، يعني اكتبها من زي ما هي مكتوبة، تكتبها بخط كويس. يبقى it is a book about animals، كتاب عن الحيوانات. تمام، نكمل. هنا جاب لنا جزء phonetics في الدرس التاني. أول حاجة حرف ال A، كل حاجة ليها عمود. فاحنا هنشوف أول حاجة حرف ال A يجيب لك ant نملة، مات سجادة، أبل تفاح. طب حرف ال E elephant بيضة، egg شبكة، نت. حرف اللي هو ال I insect، ان اللي هو في الداخل، insect يعني حشرة. حرف اليو under تحت، nut يعني مكسرات أو سوداني، شمسية umbrella. طب حرف الأو octopus يعني أخطبوط وده بيعيش في البحر. أوليف اللي هي حبة الزيتون. فوكس ثعلب، على قلنا. تمام، تعالوا هنا نكمل. هنا برضو بيقول لك برضك ازاي تفرق بين الايه والان. اللي هي ايه، بيقول لك هنا بنستخدم الايه قبل الكلمات المفردة تبدأ بساكن. طبعا الحروف الساكنة أي حروف ما عدا ال A وال E وال I وال O وال U اللي هما دول. يعني أي حاجة غير دول اسمهم حروف ساكنة. أكمل، سنيك، أنت. طب حروف جايب لك حروف متحركة تحت زي أبل، حط لها AN، إليفانت، إنسكت، أوليف، أمبريلا. هنا طبعا جزء الهوم ورك زي ما اتفقنا بتكتبه بخط كويس. نكمل. أول حاجة بيديك كلمات مفرغة وأنت بتكملها. مات يعني سجادة، نت يعني شبكة، أوليف يعني حبة زيتون، انسكت حرف الأي ناقص. أمبريلا طبعا احنا لسه واخدين الحاجات ديت فوق اهيت، المفروض انت بتذاكرهم كويس الحاجات اللي فوق ديت، فانت لازم تذاكرها عشان تعرف تحل الحاجة زي دي. طبعا أمبريلا حرف البي، ثانية واحدة، حرف البي. أنت نملة، انسكت طبعا حرف الاس. تمام، طبعا الحاجات ديت بتعرفها من جزء الكلمات او الفوكابلري اللي عندك فوق. نكمل. ابل تفاحة ديت اول حرف متحرك يبقى تاخد الاي ان. اورنج يعني برتقالي اولها برضك متحرك تبقى تاخد الاي ان. وما اسمهاش اورنج، اسمها اورنج، ده النطق الصح بتاعها. سويتر يبقى ده حرف ساكن، نختار الايه. فيت طبيب بيطري، نختار الايه. هنا بيقول لك ماتش وصل، مات يعني سوداني يبقى نوصله. مات سجادة، اج يعني بيضة. نكمل عندنا. نت يعني شبكة، انسكت حشرة، مات سجادة، ثعلب، فوكس. هنا بيقول لك ان ولا اون، طبعا ان في الداخل. امبريلا اللي هي الشمسية، او ممكن تكون دي اون، معلش يعني انها في الداخل. ممكن نرجع كده، لان احنا زي ما شفنا فوق في الداخل اسمها اون اهي، في الداخل او في ان، يبقى زي ما احنا كنا عاملين في الاول صح. تمام. شمسية امبريلا. اون هي اللي اعلى. اكتوبس يبقى نحط عند اكتوبس نملة ات. هنا بيقول لك ركز معايا، هنا بيقول لك حط الايه او الان قدام الكلمة وشوف الحروف عندك ايه. اول حاجة كلمة بيض يعني سرير، ده حرف ساكن نحط له الايه. نط يعني اللي هو السوداني نحط له حرف الايه لان هو ساكن. اوليف نحط له اي ان يعني ده حرف الاو متحرك. اكتوبس الاو متحرك يبقى حط اي ان. جيلي فيش يبقى اي ان. اليفانت اي ان عشان برضك حرف متحرك. ولكن معلش في غلطة هنا لازم نصححها. هنا هتبقى ايه بس. تمام، عشان جيلي فيش بياخد حرف الايه بس كلا اداة ايه نكر. حتى تلاقيه هنا عامل لك جيلي فيش الحروف اللي بتاخد الايه، هو مش جايبها لك هنا بس هو بياخد حرف الايه. تمام، لان هو مش من ضمن الحروف اللي هما الايه والاي والاي والاو واليو. ماشي، نكمل عندنا في
ليسون 3 جايب لك الحاجات اللي بتعيش في البحر والغابة والصحراء. أول حاجة البحر يعني سي، اللي بيعيش فيه أكتوبس الأخطبوط، الدولفين، جيلي فيش، قنديل البحر. طب اللي بيعيش في الجنجلر اللي هي الغابة، بارود، ببغاء، قرد، مانكي، أسد، لايون. صحراء بيعيش فيها ليها ديزرت بيعيش فيها كمل، جمل، وفوكس يعني الثعلب. تعالوا نكمل. عندنا في سؤال مهم، where does، وتكتب اسم الحيوان، live يعني أين يعيش الحيوان دوت، وترد عليه it live in، وتكتب المكان اللي بيعيش فيه. زي المثال ده، where does a jellyfish live، بيعيش فين قنديل البحر. تحت قال it lives in the sea، بيعيش في الماء. where does a monkey live، القرد بيعيش فين. monkey lives in the jungle، بيعيش في الغابة. تمام. هو بيدينا جزء تدريبات تحت اهوت، تعالوا ناخد منه او نركز عليه. اتس اكمل ان هو جمل، طبعا بيعيش فين. it lives in desert. it is a jellyfish، بيكون قنديل البحر. it lives in the sea. this is an octopus، اخطبوط. it lives in the sea، بيعيش في البحر. this is a parrot، ببغاء. it lives in jungle. تعالوا نكمل. عندنا كلمة صحراء يعني ديزرت، نعلم عندها. ثعلب فوكس. عندنا هنا جزء الترتيب، هترتب يبقى هوير دو أنيمال ليف، يعني يعيش الحيوانات. تحت هنرتب بردك ان أكتوبوس ليف إن ذا سي، بيعيش في البحر. تمام. نكمل هنا. بيقول لك وصل أو اكتب الأرقام. هنا أول حاجة جيجلر يعني غابة، يبقى دي رقم 1. سي بحر رقم 2. ديزرت صحراء دي رقم 3. تحت بيقول لك حط صح أو غلط. A monkey lives in the jugular، طبعا دي غلط، ده ما هوش قرد خالص. A dolphin lives in the sea، طبعا دي غابة ما تنفعش. A camel lives in the desert، طبعا الجمل بيعيش في الصحراء. تمام. lion الأسد، monkey القرد، هنا jugular يعني غابة، جمل يعني كمل. A camel lives in the sea، الجمل بيعيش في البحر في الصحراء. A parrot lives in the jugular، البغبغاء بيعيش في الغابة. دوت مونكي القرد، it lives in jugular الغابة. جيلي فيش بيعيش في البحر. تمام. نكمل. فوكس lives in the، الثعلب بيعيش فين، طبعا ديزرت الصحراء. الأكتوبوس lives in the sea، هيعيش في المية. مونكي هتبقى lives in the jugular، بيعيش في الغابة. نوت lives in the jugular، يبقى اللايون اللي بيعيش في الغابة. اللي بيعيش في المية تبقى دولفين lives in the sea. هنا ده جزء السكيلز. طبعا بترتب وبساعدك فيه على حسب الألوان. it is أكمل، وهكذا هتكمل الباقي. تمام. هنا بيقول لك write sentence about a picture. sentence about picture يعني اكتب جملة عن الصورة. ممكن تكتب الجمل lives in the desert، الجمل بيعيش في الصحراء، أو ممكن تقول eats a desert، إنها صحراء. تمام. نكمل. it's a note about animal، إنه كتاب، يبقى book، إنه كتاب عن حيوانات. a monk lives in the jugular، القرد بيعيش في الغابة. تعالوا نشوف بقى هتبقى على اليونت ايه 14 14. يبقى هنا ان، حط الاي ان. اج بيضة، نوت مكسرات، امبريلا اللي هي الشمسية. it lives in، دي صورة جاجلر، يبقى نحط كلمة جاجلر. where does the parrot live، البكبكة. سي يعني بحر. insect يعني حشرة. اج يعني بيضة. اوليف يعني حبة ايه زيتون. هنا دي قنديل البحر، يبقى جيلي فيش. هي الصحراء ديزرت. أسد لايون. بغبغاء بارود. this is a snake، نوع بيكون ثعبان. ده بترتبها. هنا بيقولك حط الايه او الان او اختار.
that is عندك elephant يبقى نختار ال an عشان ايه متحرك. there is هتبقى a mat سجادة عشان أول حرف ساكن. a fox lives in the هيعيش في الصحراء desert. مين اللي بيعيش in the jugular في الغابة؟ هتبقى طبعا باروت نبغاء. a octopus in the sea هتبقى lives in the sea بيعيش في البحر. هنا بقول لك حط الكلمات من فوق اللي بتعيش في البحر. هو حط لك جيلي فيش، انت هتحط كلمة دولفين واوكتوبوس كلهم بيعيشوا في البحر. جنرال اللي هو الغابة تكتب لايون الأسد، مونكي القرد، باروت البغبغاء. نكمل. هنا بيقول لك برضك حط الاي او الان. اوكتوبوس يبقى نحط الاي ان عشان اول حرف الاو. مات سجادة يبقى حرف الاي. امبريلا الاي ان عشان برضك دي اول متحرك، وكلمة اج نفس الكلام. كده نكون وصلنا لحد اخر الفيديو بتاعنا. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو انت لسه مشتركتش عشان يوصلك كل جديد بتنزل.